ما هو ضابط طاعة ولي الأمر؟ وهل تشترط البيعة في طاعته؟ البيعة لا بد منها، البيعة وسيلة للطاعة، وأما ضابط الطاعة فقد حددها رسول الله، يعني يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله عز وجل. فإذا أمرك بطاعة الله عز وجل فأطعه، وإذا أمرك بمعصية الله فليس لك حق أن تطيعه أبدا. أطيعهم في طاعة الله ولا تطيعهم في معصية الله عز وجل. فنحن نطيع الأمراء لأن الله أمر بطاعتهم. ثم بين الرسول الكريم الذي قال الله في حقه وما أنزلنا إليك الذكر إلا لتبين الناس، بين لنا حدود هذه الطاعة، وهي الطاعة في المعروف، والطاعة في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا الخليفة ولا الأمير ولا القاضي ولا الكبير ولا الصغير ولا الوالد. لهذا قال الله تبارك وتعالى في شأن الوالدين: أنا اشكر لي والوالدين إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالدان عليك أن تطيعهما وتبرهما وتتعامل معهما بالمعروف والبر والإحسان، لكن إذا أمرت معصية منها الشرك فلا طاعة لهما، واتبع سبيل من أناب إلي. عليك الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سلك سبيلهم. نعم.